بيصعبوا عليا جدا يا جماعة، بيصعبوا عليا جدا، ما بيعرفوش يردوا غير لما يروحوا البيت. يحصل موقف وتبقى كده، وبعدين أول ما تروح البيت يا ريتني كنت قلت لها كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكذا وكذا، ويبتدي تأنيب الضمير. ده نتيجة حاجة اسمها عدم الاستحقاق، يا في الطفولة يا إما مع نفسك. انت طول الوقت حاسس ان انت ما تستحقش الاحترام، ما تستحقش ان انت ترد عن نفسك، ما تعودتش ان انت تتعامل باحترام، وبالتالي بتسمح للآخرين ان هم يتعاملوا معك بالشكل ده، وبتسكت. ترجع البيت تقعد تتكلم مع نفسك. طب ليه؟ اعمل تدريبات ان انت ترد ازاي. عدم الرد ليه برضو جانب إيجابي، يعني ما تقعدش تلوم على نفسك، انت اوريدي حصل ده، خلاص اللي حصل حصل. جانب الإيجابي ان انت ما ردتش، يمكن لو كنت رديت يمكن كان الموضوع تطور، يمكن انت مش جاهز للرد. ليه بقى الملامة؟ ليه بتلوم نفسك؟